دور الدير حتى اليوم في له عدة أدوار، إن كان على الصعيد الرعائي والروحي والاجتماعي والإنساني، فهو بخدمة رعايتي مار أنطونيوس، وأيضاً خدمة الرهبانيات والأخويات والكشافة والشبيبة. أما زراعياً فبيتميز بزراعة الكرمة، إنتاج النبيذ، تربية النحل والمنتجات الزراعية، ويلي موجودة بمكان مخصص لبيع منتجات الدير. بيلعب الدير دور كتير مهم تجاه الرعية والشبيبة، إن كان برياضات روحية، إن كان مع الشبيبة كفرسان وطلايع. وعنا فوج كشافي كتير كبير يلي هو اسمه كشافة لبنان، فوج مار أنطونيوس بيت شباب. هالفوج يلي بيضم تقريبا 250 شخص من كل الأعمار. بنفتخر فيه لأنه نشيط، لأنه بيعمل جو كتير حلو بالضيعة. كل نهار سبت بيتجمعوا بالدير يلي نحن عاطينهم كمان لوكال بقلب الدير، بقى من بمحيط الدير بالأحرى. هيك بيتجمعوا بيعملوا نشاطاتهم، بيتعلموا على المواطنة، بيتعلموا على حب الكنيسة، على حب الطبيعة، على احترام الآخر إلى آخره. فهذا الشيء كتير مهم. وهيك بكلمة ختامية بدي أقول إنه لما بلش لبنان بتاريخه وبلشت إذا بدنا نقول هالضيعة الحلوة اللي بنشوفها بكل جبل لبنان، بلشت حول الأديار. كان هو الدير المحور يلي بيتحلق حواليه كل المؤمنين يلي بيحبوا يعيشوا الحياة المسيحية، وخاصة الحياة الكنسية يلي موجودة بالمشرق. بقى من هون كل أديارنا كانت تشع صلاة، تشع قداسة. وحتى هلا نحن هيك منعيشها بحياتنا اليومية. حتى كانت الناس تزبط أوقاتها على وقت الدير، يعني مثلا بخلال الصوم ينطروا الرهبان تيدقوا الجرس تكل الناس تعرف انه لازم نعمل تبشير الملائكة. هلا الرهبان عم بيصلوا، نحن كمان لازم نصلي. الصبح كمان يمرقوا يصلوا على بكرة ويقدسوا. نحن هون كنيستنا كل يوم في على القليلة بين 20 أو 30 شخص الساعة 7 صباحا بيسبقونا على الكنيسة تيصلوا ويقدسوا معنا، بيصلوا مع الرهبان. مساء كمان في ناس بيجي بتصلي معنا. بقى هالمحور الروحي كتير مهم. هي خميرة بتبقى منقول انه الناس بطلت تفوت على الكنايس، لا منشوف انه بعد في ايمان في ناس بعدها بتفوت على الكنايس. ولكن علينا ان نشهد للمسيح، والمسيح هو بينور والروح القدس بيشتغل شغله. بس نحن نفتح قلوبنا ونفتح البشارة لكل العالم، كل العالم ساعتها بتسمع وتستجيب. بختام حلقتنا مشاهدينا واللي تعرفنا فيها على دير مار أنطونيوس ببيت شباب، هالدير يلي مع الأب بديع الحج رئيس معهد مستشفى ودير مار أنطونيوس النبع ببيت شباب، فينا نقول إنه بزمن بتتغير فيه الأزمنة وبتضيع فيه القيم، أحيانا تبقى الأديار بلبنان هي ذاكرة الأرض والإيمان والتاريخ. ودير مار أنطونيوس النبع ببيت شباب منه مجرد دير قديم، ولكنه قصة صمود ورسالة علم وخدمة إنسان امتدت لأكثر من 4 قرون وما زالت مستمرة حتى يومنا. من هون، من أرض مر عليها الرهبان وبقيوا وصمدوا وصلوا، من هون تخرج طلاب وتعلموا، من هالأرض زرعت الكروم وأيضاً عاش فيها الناس. كان هالدير قلب نابض بحياة البلدة والمنطقة، منه بس دير للتاريخ، هو رسالة مستمرة بالحاضر وبالمستقبل. بدي ودعكم مشاهدي الفضائية سرويو تي في، مستمعي راديو سرويو اف ام ومتابعي صفحة سرويو تي في لبنان. إلى اللقاء دايماً من لبنان.